معاكم دكتورة شيماء أيوب، ماجستير طب وجراحة حيوانات أليفة، كلية طب بيطري جامعة القاهرة. النهارده بنتكلم على موضوع مهم قوي يخص كتير من الأطباء البيطريين. إنه لما بتيجي الحالة هو بيعمل لها الدايجنوزز المظبوط، بيبتدي يكتب التريتمنت. هو كمان بيحتاج يسبورت التريتمنت ده بشوية تغيرات في النيوتريشن أو في التغذية، وبكده هو بيقدر يوصل مش بس الأحسن علاج للحالة اللي الكلب بيعاني منها أو القطة، لا هو كمان بيضمن لايف ستايل بتعمل بريفنشن إن الحالة دي يحصل لها تاني ريكارنسي بمجرد إنه بيحط إيده على المشكلة بيعرف يعالجها. فإحنا مش بس محتاجين يا ميديسن نكتبه از بريسكريبشن للقطة أو للكلب، لا إحنا محتاجين كمان أغذية بانجريدينتس معينة في حالات كتيرة. من ضمن الحالات إحنا طبعا عارفين إن القطط والكلاب هم فير أنيمالز. الفير أنيمالز دي إحنا لازم نهتم بالكود بتاعهم، ودي من الحاجات اللي بتعتبر الميرور بتاعه الانترنال هيلث للقطه او للكلب. كل لما كان شعر الكلب بيلمع وهيلثي، كل لما كان الكلب ده صحته definitely internal احسن. النهارده احنا بنتكلم ان ريتا مش بس بتسبورت الاكل البالانسد في الحالات العاديه للكلاب او للقطط بتاعتنا، لا دول كمان بيقدموا لنا حاجه بتنهانس الصحه للفير للقطه او للكلب، بشويه اضافات لزيوت نباتيه طبيعيه، باختيار البروتين المناسب بالتوقيت المناسب اللي بنقدر ان احنا نسبورت فيه الكلب او القطه بتاعتنا. بيقدموا لنا الفير كير بالزيوت النباتيه الطبيعيه مع كل الانجريدينتس اللي احنا عارفينها قبل كده من البالانسد ميلز بتاعه ريتا. هم ضافوا لها كمان زيوت مهمه قوي زي الاوميجا والاعشاب الطبيعيه اللي قدرت انها فعلا بالتجربه، ودي في عيادتي انا ومع الكيسز بتاعتي انا فعلا شفت ده على تحسن ملحوظ في الفير بتاع الانيمال. بالتالي بنضمن ان القطه او الكلب بتاعنا الفير بتاعهم مش بس يكون صحي وبيلمع، هو كمان بيبقى انديكيشن للانترنال هيلث زي ما قلنا قبل كده لصحه الحيوان بتاعنا. شكرا.